بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خير ما نبدأ به الصلاة طبعا على الرسول صلى الله عليه وسلم، شفيعنا وحبيبنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة كده فيديو كده بسيط كده، كلمات في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. هنقوله كده، هي مقدمة بقولها في كل وقت وفي كل مقال أو كل فيديو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرة من خلقه، أرسله ربه للعالمين، وأمينا على وحيه، وحجة على العباد أجمعين. فهدى الله به من الضلالة، وبثر به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأمن به بعد الخوف، ولم به بعد الشتات. فصلاة وسلاما عليه يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آله الطيبين، وأصحاب الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر، ووعت أذن بخبر. صلوات ربي وسلامه عليه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الرسول عليه الصلاة والسلام مدح في نفسه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمي في التوراة أحيد، لأني أحيد أمتي عن النار. واسمي في الزبور الماحي، محى الله به عبادة الأوثان. واسمي في الإنجيل أحمدا، واسمي في القرآن محمدا، لأني محمود في أهل السماء والأرض. وقال: إن لي أسماء كثيرة، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي. أنا الماحي الذي يمحو به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والمقفي، ونبي الرحمة والتوبة والملحمة. ثم إنه لم يكن محمدا حتى كان أحمدا، حمد ربه فنبأه وشرفه، فلذلك تقدم اسم أحمد على محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وذكره موسى حيث قال: تلك أمة محمد، تلك أمة أحمد. كده بسيط كده جميل بيخطر على ذهني: الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارض عنا وتقبل منا، وأدخلنا الجنة ونجنا من النار، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان الله العظيم. لو انت عليك دين او مديون، في دعاء جميل اوي ان شاء الله بإذن الله لكل مسكين، وكلنا طبعا مساكين، لكل سجين ربنا يفك أسره، اللهم امين. قال رسول صلى الله عليه وسلم، يعني ايه الدعاء ده جميل اوي. اسجد لله كده وقول هذا الدعاء: اللهم يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، تؤتيهم من تشاء. اغنني برحمة من عندك عمن سواك. قولوا آمين من قلوبكم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته أنه يأتي يوم القيامة يأتي يوم القيامة فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعط، واشفع تشفع.
قال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الأرض أو أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة وعاء من أذن له أن يشفع من أذن له أن يشفع، ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبتت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد تبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد. طبعا الشفاعة سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام قال في أخبرنا إنه بيأتي يوم القيامة يسجد لربه ويحمده، ما بيبدأش في الشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك. طبعا رفع رأسه وقل يسمع، أؤمر يعني ويسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. طبعا أسعد الناس بشفاعته الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. طبعا لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فطبعا تلك الشفاعة بتبقى لأهل الإخلاص بإذن الله. اللهم اجعلنا من المخلصين إليك يا الله، اللهم آمين يا رب العالمين. اهدي شبابنا وشباب المسلمين أجمعين يا رب العالمين، واجعلنا من أهل الشفاعة والقرآن والتوحيد، أنا وأنتم ومن أسمعني، اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. استجب لنا دعاءنا، اللهم آمين. لو انتوا بتشوفوا الفيديو ده في أي وقت، الصبح بالليل، أرجو منكم أن انتوا تدعموني باللايك والشير عشان القناة تستمر، ويجعلنا إن شاء الله سبب في هداية ناس كتير إن شاء الله بإذن الله. دي فيديوهات بتخطر في ذهني، والله العظيم بتخطر في ذهني، فأنا بنوع في القناة بتاعتي من كله يعني. الحمد لله، اللهم اجعلنا مستورين، اللهم امين. وفرحنا. وفي واحدة بعتت لي في الفيديو اللي هو السابق، في فيديو اللي هو الشيخ عبد الله كامل، طبعا اللهم امين، احزننا وفاته، ربنا يرحمه ويرحمنا، اللهم امين. ولا تدري نفس بأي ارض تموت. محدش عالم الموت يعني أقرب إليك من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طبعا الشيخ عبد الله كامل أثر في قلوبنا، ربنا يرحمه ويجعله في الجنة ونعمها، ربنا يهديها، اللهم آمين يا رب العالمين، ويهدينا. السلام عليكم ورحمة الله.